الولايات المتحدة الأمريكية قررت أنها ما تعطيش تأشيرات ل5 لاعبين من المنتخب العراقي بسبب ما يزعم عن دعمهم لإيران وتضامنهم مع إيران خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران الأخيرة. من بينهم علي الحمادي. علي الحمادي يلعب في إنجلترا في الدوري الإنجليزي الممتاز. علي الحمادي اسمه علي. تخيل رجل اسمه علي لا يدعم إيران. ما ليش مش يدعم؟ مش يدعم معاوية مثلا ولا نتنياهو. أنا آخر واحد اسمه معاوية نعرفه معاوية القادري لاعب نادي صفاقسي في تونس. نمر للتالي. أي إنسان يحدثك يقول لك نفسه بالسياسة عن الرياضة ما تسمعوش، انصرف وخليه وحيد يهدي مع الريح. ما عنده حتى قيمة لا هو لا كلامه ولا مواقفه. أصلا ما عندوش مواقف لأنه الاتحاد الدولي لكرة القدم وقت يحب يطبق عقوبات على الاتحادات وعلى الرياضيين يمارسها وقت ما يحبش ما يحبش. مثلا روسيا في غزوها لأوكرانيا عام 2022 تم حرمان رياضيها ومنتخباتها الوطنية من المشاركة في مسابقات فيفا والاتحاد الدولي الأخرى لكرة القدم والرياضات الأخرى كلها. ثم قبلها يوغوسلافيا، قبلها جنوب أفريقيا، وقبلها العراق والكويت بسبب تدخل سياسة الرياضة وغير ذلك، وإندونيسيا ولا غيرها. ولكن الكيان الصهيوني يمارس حرب إبادة جماعية منذ 7 أكتوبر، يحتل أرض عربية، أرض متاع شعب آخر، منذ 47. ومن قبلها الانتداب وبناء جدار فصل عنصري وحاصر قطاع غزة، جوع وقتل وقصف. كل المؤسسات الدولية، كل المنظمات حقوق الإنسان أقرت بما لا يرقى له الشأن أنهم يمارسوا في إبادة جماعية، حتى أنه محكمة الجنايات الدولية أصدرت وذكرت التوقيف في حق جانتس ونتنياهو. يا سيدي فيفا ما فقدش بهذا ولن تسمح هذا. محمد صلاح بطبيعته ما يعرفش هذا. تم اغتيال رياضيين وهدم مؤسسات رياضية في غزة وفي فلسطين ولا أحد انتبه. وبالتالي السياسة والرياضة متشابكين في العالم هذا. أي واحد يتبنى موقف محمد صلاح راهو لا يعتد بموقفه ولا تستمعون له، لأنه ما يستحقش حتى أنك تعطيه ودنيك ولا حتى تجاوبه. احتقره ومر. هؤلاء لا موقف لهم لا مبادئ لهم. يمان، زياش، محرز، البلايلي، وأي لاعب يرفع راية فلسطينية في ظل الهوان هذا يستحق الاحترام. محمد صلاح كل الأرواح مقدسة. واحد من اجتماعات فيفا في كندا هذيك أنفانتينو دعا جبريل راشود باش يصافح رئيس الكيان ولا نائب رئيس الكيان نتاع اتحاد كرة القدم هذاك نتاعها. أنفانتينو زاد ما يحشمش على خاطر جبريل راشود قبلها بشوية كان يخطب على الناس ويحكي لهم على الإبادة الجماعية اللي تعرض لها شعبه في غزة وفي الضفة في كل فلسطين المحتل. أنفانتينو زاد كيف محمد صلاح ما يحشمش.